هي صحيح آلاء عبد العزيز مريضة فعلا ولا ده مجرد ترند مش أكتر؟ ظهرت مذيعة البرامج الدينية آلاء عبد العزيز بشكل غريب وهي من غير حجاب وبتتكلم بطريقة غريبة وبتقول أنا ليلي، وكانت قلع الحجاب ساعتها. بعدها طلعت تقول إن هي مش عارفة هي مين ولا فاكرة حاجة من اللي بيحصل، وحتى هي كمان مش فاكرة بنتها. وانا عن نفسي يعني مش عايز اقول انا مش مقتنع بالكلام ده، بس انا عارف ان اللي مريضه وعندها انفصام وعندها الكلام ده لما بتفوق بترجع لشخصيتها العاديه. يعني ايه؟ كانت لابسه حجاب وفجاه قلعته، لما ترجع لحالتها تلبس الحجاب تاني، مش بتكمل من غيره. تمام. فيعني برضو يا جماعه اللي عايز يتعالج يتفضل يروح يتعالج عند الاطباء المختصين، لكن ما بيطلعش لايفات ويقول للناس الحقوني وتعالوا عالجوني. فلا، لان ده واضح انه ترند وبدأ يلحس دماغ الناس، وهنلم منه شوية لايكات وشوية فلوس وبعد كده ينتهي ويختفي من على وجه الأرض. تمام؟ سلام.